يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل كبدة اسكندراني بتتبيلة حلوة جدا زي بتاعة المحلات والمطاعم وعربيات الشارع، ولكن كمان هتطلع أحلى وأنضف. كفاية ان احنا عاملينها في البيت وضامنينها وضامنين نظافتها. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. أول حاجة لازم نعرفها وهي ان الكبدة ما بتتغسلش. الكبدة أول ما بنجيبها كده من عند الجزار بنحطها في مصفى علشان تصفي الدم بتاعها. طبعا هحط طبق كده تحت المصفى علشان ما نبهدلش الدنيا، وهنبدأ ان احنا نعصر عليها ليمون. طبعا الليمون بيكون على حسب كمية الكبدة. انا هنا مستخدمة كيلو من الكبدة متقطعة ومتظبطة من عند الجزار. انا قلت للجزار ان انا هعملها كبدة اسكندراني فهو قطعها لي وظبطها لي. لو الكبدة اللي عندك مش متقطعة ممكن تقطعيها مكعبات او شرايح، بس نخلي الشرايح متوسطة، يعني متوسطة الحجم، بلاش تبقى رفيعة قوي علشان ما تنشفش منك على النار. عصرت ليمونتين كبار على كيلو الكبدة، ولو هنستخدم نص كيلو هنكتفي بليمونة واحدة. ولو في اي بذر وقع منك كده وانتي بتعصري الليمون هنشيله بايدينا عشان ما يمررش الكبدة. انا بسيب قشر الليمون كده في وسط الكبدة لان قشر الليمون بيمص الزفارة. سبتها حوالي نص ساعة كده لحد ما تصفي كل الدم بتاعها، وبدأت ان انا اشيل الليمون وهديها شطفة بسيطة كده تحت الحنفية دوبك، بس ان انا يعني اشطف الليمون اللي عليها، وبرده هسيبها لحد ما تصفي المية اللي انا شطفتها بيها كويس. بعد كده هنبدأ نعمل التتبيلة بتاعتنا، وهي معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة ونص صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل. وزي ما اتفقنا ان احنا المقادير دي على كيلو من الكبدة، لو هتستخدمي نص هتقللي كمية المقادير. هقلبها بقى بايديا بالشكل ده لحد ما الكبدة تختلط مع التتبيلة كويس، وهغطيها وهسيبها نص ساعة في التتبيلة. مش عايزة اطول عليها في التتبيلة علشان الكبدة ما تتهريش مننا. بعد نص ساعة جبت طاسة ونزلت بشوية زيت، وهستنى لحد ما الطاسة والزيت يسخنوا كويس جدا. ومهم جدا ان الطاسة تكون سخنة قبل ما انزل بالكبدة، علشان اول ما انزل بالكبدة تاخد صدمة معايا وما تنزلش ميتها. نزلت بالكبدة وهفضل اشوحها لحد ما توصل للون ده. نزلت بعد كده بفلفل اخضر متقطع مكعبات، انا مقطعه حوالي 4 فلفلات كبار. طبعا كمية الفلفل هتبقى على حسب رغبتك، عايزة تقلليه شوية مفيش مشكلة، عايزة تزودي شوية برضو مفيش مشكلة. هفضل اقلب لحد ما فلفل يدبل، وبعد كده هنزل بقى بالتركاية اللي بتخليكي تشمي ريحة الكبدة. اول ما تعدي من قدام اي عربية كبدة بتشمي ريحة كبدة خطيرة، وهي معلقة الخل اللي انت هتحطيها اثناء ما انت بتشوحي الكبدة. خلاص بقى الكبدة شربت الصوص بتاعها واستوت معايا وبقت تمام جدا. هنعوز بقى ايه غير طبق طحينة ورغيف عيش سخن كده، ونحط الكبدة في العيش وعليها شوية طحينة ونغرق بقى في الساندوتش ده. هنعمل من كيلو الكبدة كمية ساندوتشات كتير، والأطفال هتاكل منها وهتحبها. وأتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء. سلام.